يلا بس صلي على النبي. لا افكرك سريعا كده. المره اللي فاتت خدنا قلت لك لما يبقى عندك A وB وC وD كميات متناسبه بقول الاول على الثاني والثالث على الرابع. طبعا قلنا الاول اللي هو الايه اسمه الاول الايه المتناسب، والثاني اللي هو الثاني المتناسب المتناسب، والثالث والرابع. طبعا قلت لك لما يجي يقول لك اوجد الثالث المتناسب شبه السؤال ده محدش يقول لي 35 تمام عشان بس مش بديك 3 ارقام واقول لك مين الثالث، اكيد مش جايب ده سؤال واحد ثاني اعدادي تمام اللي هو اكس او اي حاجه ثانيه. فانت هتقول الكميات بتاعتك 12 و28 واكس و35 بعد كده الاول على الثاني والثالث على الرابع. مين الاول 12 على 28 يساوي اكس على 35. هنعمل مقص يبقى الاكس بتساوي 28 قصاد الاكس هو اللي فين؟ بتاعها وفوق عندك 12 طبعا ممكن نبسط على 4 فيها 3 على 4 فيها 7 7 1 على 7 5 15 تمام 3 في 5 15 وبس كده يا سيدي. صعبة؟ لا زي الفل. السؤال اللي بعده أوجد العدد الذي إذا أضيف إلى الأعداد 13 و9 و5 و3 هتصبح متناسبة. طبعا نفهم ونترجم السؤال كده بالراحة الأول. صلى على النبي. أقول لك إيه؟ أوجد العدد اللي أنا هضيفه للأعداد دي هتصبح متناسبة. طيب العدد ده أنت عارفه؟ لا. أنا عارفه؟ لا. أفرضه إيه؟ إكس. تمام؟ يبقى فرض العدد إكس. الفرض أن العدد هو إكس. طيب فرضنا العدد إكس. قال لك أضيف للأعداد دي هنضيفه يبقى أنت هتضيفه لكل واحد صح؟ هترجم السؤال أهو تمام؟ فيبقى أصبح معاك كده 13 زائد إكس و9 زائد إكس و5 زائد اكس 3 زائد اكس و3 زائد إكس. قال لك هتصبح إيه؟ متناسب. يعني إيه متناسبة؟ الأول على الثاني والثالث على الرابع. مين الأول؟ 13 بس ولا 13 زائد إكس؟ 13 زائد إكس. ما تسيبش حاجة. يبقى عندك 13 زائد زائد إكس على 9 زائد إكس 9 زائد إكس تساوي بتساوي 5 زائد إكس على 3 زائد إكس. على 3 زائد إكس. بعد كده هعمل مقص. تمام؟ طيب ركز بقى معايا في الحتة دي تمام؟ ده اللي أنت خدته الحصة اللي فاتت. بص يا سيدي لما تيجي تعمل مقص بقى احنا نسبتين متساويتين وفي كل النسبة هو طبعا عندك مجهول واحد بس المجهول موجود فين؟ المقدم والتالي والمقدم والتالي تمام؟ فأنت هتضرب 13 زائد اكس في اللي قصادها اللي هي مين؟ 3 زائد اكس. يبقى انا اقول 13 زائد اكس ولازم تعمل اقواس واقول لك ليه حاجه. في 3 زائد اكس طبعا بيساوي 5 زائد اكس في 9 زائد اكس. 5 زائد اكس مضروبه في 9 زائد اكس. طيب صلى على النبي. طبعا دي خدناها في الترم الاول وفي اولى اعدادي. طبعا مش فاكر اي حاجه تمام؟ هنعمل ايه؟ هنعمل توزيع. ال 13 هضربها مره في الثلاثه ومره في مين؟ في الاكس. والاكس هضربها مره في بالظبط كده. 13 في 3 ب 39 زائد ال 13 في اكس ب 13 اكس زائد كده انت خلصت بال 13 اروح لمين؟ للاكس. الاكس برضه مره في 3 ومره في مين؟ اكس في 3 ب 3 اكس في اكس اكس لا اكس في اكس باكس اس 2 انما اكس زائد اكس ب 2 اكس بدأ بين الجمع والضرب هيبقى زائد اكس تربيع. طبعا هيساوي هضرب دول هنا ماشي؟ نفس الفكره 5 في 9 5 في 9 5 في اكس 5 في 9 45 والخمسه في اكس ب5 اكس زائد ال 5 اكس روح للاكس اكس في 9 ب 9 اكس بعد كده اكس في اكس في اكس ايه؟ اكس تاني. بص بقى اول حاجه تاخد بالك منها احنا لا استنى اول حاجه تاخد بالك منها ان المتشابهين من الطرفين تشيلهم مع بعض تمام؟ اكس ايوه الله ينور عليك اكس اس 2 اكس اس 2 تشيلهم مع بعض. طب ليه انت شلتهم مع بعض؟ عشان هو كده كده هم نفس الحد بنفس الاشاره. لو نقلته يمين من اليمين للشمال او من الشمال لليمين هتغير اشارته ويطير معاك تمام؟ فانت تشيلهم ورايح دماغك. وبعد كده تاني حاجه تاخد بالك منها الله ينور عليك هجمع الحدود المتشابهه تمام؟ اللي هم مين؟ عندك هنا على الشمال ال 13 اكس وال 3 اكس هتقول لهم متشابهين ازاي؟ مش لهم نفس الرمز يبقى هم متشابهين تمام؟ يبقى 39 دي هتبقى زي ما هي و 45 اكس زائد 5 اكس بالظبط كده. لا
5 اكس و9 اكس X. 45 ده حد لوحده ماشي. يبقى انا 39 زي ما هي 13 و3 16 اكس بتساوي 45 برضه زي ما هي. زائد 5 اكس و9 اكس 5 و9 14 اكس 14 اكس كانها معادله عاديه جدا. هات الاكسات فين؟ في طرف طرف والارقام في طرف. بالظبط كده. هنا لو بالموجب هنخليها هجيب سالب. الله ينور عليك. ال 14 هجيبها الناحيه دي وال 39 هجيبها الله ينور عليك. فيبقى طبعا عندك 16 اكس دي زي ما هي. هيجي لها ال 14 بالسالب سالب 14 اكس بتساوي 45 زي ما هي سالب 49 اكس 39 39 16 ناقص 14 كام؟ 2 اكس بتساوي 45 ناقص 39 هيدينا 6. هنقسم على 2 وهنا عند 2 3 بتساوي كام؟ 3 بس كده هو ده العدد بتاعنا. صعبة؟ زي تمام. المهم الفكرة اللي بعدها مدينا نسبتين طبعا متساويتين. تمام دي النسبة الأولى ودي الثانية. وقال لك أثبت أن إكس على واي بتساوي 3 على 5. هتقول لي أنا مش فاهم أي حاجة. تمام؟ هعتبر نفسي طالب زي تمام؟ إيه اللي أنا أعرفه؟ لما بتديني نسبتين بعمل إيه؟ مقص. ده اللي إحنا عارفينه وده كمان اللي أنا عارفه. حلو؟ تعالى نعمل مقص وربنا يسهل. قالوا لي طب أنت هتوصل إزاي لإكس على واي بتساوي 3 على 5؟ يا عم مالكش دعوة. كمل ومالكش دعوة. ماشي؟ تعالى نعمل مقص. خلي بالك هنعمل نفس الخطوات اللي عملناها هنا بالظبط. هتضرب ال 2 اكس زي ال 3 في مين؟ في واي ناقص 5 يبقى انا هكتب اهو 2 اكس زائد ال 3 هنحطها في القوام الله ينور عليك مضروبه في 2 واي ناقص 5 بتساوي بتساوي 2 اكس ناقص 3 و2 واي زائد 5 و2 واي زائد 5 تمام برضه عشان انا عملت توزيع انا بعمل توزيع 2 اكس 2 اكس مع ال 2 واي وركز بقى اضرب الارقام والرموز برضه حطها جنب بعض الاثنين في 2 ب 4 اكس ايه 4 اكس 4 اكس 4 اكس والاثنين في سالب 5 والاثنين اكس في سالب 5 هيوري لك قال كده قال لك في سالب 5 سالب الناس 10. تتلخبط ويقول لك ايه 5 ويكنسل الاشاره فكده السؤال كله غلط يبقى تاخد بالك من الاشاره يبقى سالب 10 سالب 10 اكس بعد كده روح للثلاثه 3 في 2 واي ب 6 6 واي واي و3 في سالب 5 سالب 15 تمام هقول يساوي واروح برضه نفس النظام هناك الاثنين عشان تبقى فاهم انا عملت توزيع هيبقى 4 4 اكس واي واي والاثنين في 5 ب 10 هتبقى 10 اهم حاجه تاخد بالك من الاشارات طبعا تضرب صح 2 اكس يلا 2 اكس واي يبقى 4 اكس واي والاثنين في 5 ب 10 اكس الاثنين اكس في 5 يبقى 10 اكس بعد كده سالب 3 2 واي في سالب 6 واي وسالب 3 5 سالب 15 بعد كده مش انا هنا شفت المتشابه من ناحيته مش انت 4 اكس واي مع بعض 4 اكس واي و15 4 اكس واي وسالب 15 مع سالب 15 بس مفيش حاجه ثانيه لا. هنا سالب 10 عشان كده بقول لك خد بالك من الاشارات وهنا ايه موجب 10 ما ينفعش اشيلها هتقولي ده نفس الحد هل نفس الاشاره؟ لا لازم تبقى الاشاره طبعا بالظبط يبقى انت بقى لك ايه هنا؟ والله بقى لي سالب 10 اكس زائد ال 6 واي بيساوي موجب 10 اكس ناقص ال 6 واي هات الواي في طرف والاكس في طرف تمام؟ يبقى 6 و6 هنقل ال 10 السالب 10 دي الناحيه الثانيه سالب واي لهناك بالظبط كده وهجيب السالب 6 واي سالب لا لا موجب لا دي 6 واي سالب ماشي فبالتالي هيبقى عندك ال 6 واي جالها مين برضه؟ 6 واي وال 10 اكس جالها برضه ال 10 اكس كمل بقى 6 و6 12 واي بيساوي 10 و10 20 اكس بس كده انا وقفت اعمل ايه بقى؟ تعال بص على اهدى تعال بص على الموضوع قال لك انا عايز اكس على ايه؟ على واي ساعات الحصه اللي فاتت كنت بقول لك 2 ايه 12 على استنى بس الله ينور عليك 2 ايه بتساوي مثلا 3 بي عايز اجيب ايه على بي ما ارجعش ولا ايه؟ ايوه ما ارجعش ولا على كام؟ على 2 نفس الفكره مش انت عايز اكس على واي؟ يعني هي هيبقى اكس واي اكس على واي بتساوي مين على مين؟ 12 على 20 اكس
يبقى اكس على واي بتساوي 12 على ال 20. طبعا نبسطها بقى النسبه دي، الاثنين بيبقى مع كام؟ ال 12 وال 20 يعني بيبقى مع كام؟ على الاثنين. في رقم ممكن نجيبها مره واحده على 4 شاطر. فبالتالي هتقسم هنا على 4 وهنا على الأربعة. 12 على 4 فيها الثلاثة، 20 على 4 فيها الخمسة. طبعا اللي قسم على الاثنين هيرجع برضه يفكر مرة على الاثنين، فاحنا حالا جبناها مرة واحدة يعني. طلع نفس الناتج اللي هو في الإثبات بس كده. صعبة؟ لا اسهل. تمام. بعد كده ركز بقى، الفكرة دي مهمة جدا. صلى على النبي. اكس بقى. نعم. أنا لسه قلت لك. بقول لك إيه؟ إذا كان A على B ناقص A بيساوي C على D ناقص C، أثبت أن A و B و C و D متناسبة. ثواني بس. هو يعني ايه متناسبة؟ ركز. يعني ايه متناسبة؟ يعني الأول على الثاني بيساوي الثالث على الرابع. طيب المفروض حال شوف وقال لك ايه؟ أنا عندي نسبتين أعمل مقص. مش ده اللي احنا نعرفه؟ خلاص اعمل مقص مالكش دعوة. تعالى نعمل مقص. هتبقى ايه على بي؟ نفس الفكرة بالظبط. يعني ايه هضربها في دي ناقص سي ولازم تعمل أقواس عشان ما تنساش التوزيع. ايه هيبقى بيساوي السي مضروبة في ايه بي ناقص A. طيب اعمل توزيع. ايه هضربها مرة في دي ومرة في سي هنا ومرة هنا وهنا برضه كذلك. عادي ايه في دي ايه دي اي بي واي سي ناقص ناقص اي سي يساوي اي بي ناقص سي اي السي ايه او الاي سي. نفس الفكرة برضه زي ما عملت هنا وعملت هنا. شوف المتشابهين وشيلهم مع بعض. الاي سي الاي سي شيلنا مع بعض يبقى لك ايه اي بي ناقص سي بي يساوي السي. طب انا اعمل ايه بقى؟ بالظبط كده نفس الفكره. قال لك ايه؟ مش انت عايز ايه على بي بتساوي سي على دي؟ انا يا عم اروح من الايه للبي اطلع، ما ارجعش وانا ايه؟ سي على دي على بس وصلت المطلوب بس كده. انا كنت مخضوض من شكل السؤال عشان كله رموز مفيش ارقام بس هو سهل جدا. يبقى انت كده عندك ايه على بي بيساوي سي على دي. صعبه؟ زي الفل. بس بعد كده بقى اذا طبعا الاي والبي والسي متناسبين. طيب بعد كده بقى ركز معايا. هيقول لك ايه؟ مش انت كل مره عارف لما بقول لك ايه وبي وسي ودي كميات متناسبه تقول لي ايه على بي تساوي سي على دي؟ ده اللي انت عارفه؟ ايه على بي بتساوي سي على دي. قال لك لو انا عايز اجيب قيمه ايه بدلاله البي وقيمه السي بدلاله البي هنعمل ايه؟ قال لك هنضيف حاجه اسمها ثابت التناسب. ثابت التناسب. طبعا الثابت ده عندنا رمز بيساوي اي رقم ما عدا صفر. يبقى انا عشان تجيب الايه هيساوي ايه؟ قال لك الايه ده هيساوي مش ده المقدم هيساوي التالي في ثابت التناسب. يعني الايه هيساوي الاخر كده اللي تحته في الكي. تمام؟ يبقى بي كي. تمام؟ طيب والسي كي دي كي دي او دي كي اي دي كي. طيب هتعرف تجيب البي؟ لا. تعرف تجيب الدي؟ برضه لا. ما تشوفش بالك بيه. ماشي؟ طيب. طب انا عملتها كده مثلا. قلت لك اكس على الاثنين بتساوي واي على 3 بتساوي ايه ده؟ ماشي مش مشكله. بتساوي مثلا زد على رقم مختلف بقى زد. المهم انا عايز اجيب قيمه اكس وواي وزد. محتاج وانا في تعويض في السؤال هتعمل ايه؟ اقوم جاي ضايف ثابت التناسب اللي هو مين؟ الكي. تمام؟ واقول لك الاكس بيساوي اللي تحته فيه ثابت التناسب. يبقى الاكس بتساوي 2 كي والواي بتساوي 3 كي والزد بتساوي 6 كي. بص يا عم يوسف صلى على النبي. انا حالا اديلك عايز اجيب زي السؤال ده اللي احنا هنقوله من شويه. اديلك النسب اكس على 2 واي على 3 زد على 4 وقال لك اوجد قيمه 3 اكس ناقص 2 واي زائد زد على 2 اكس زائد 3 واي ناقص 2 زد. هل انت تعرف تحل السؤال ده؟ طب هل انت المفروض هتستخدم دي في حل ده؟ طب اعمل ايه في الحته دي؟ قال لك والله بما انك عايز قيمه يبقى انا اكيد هعوض عن الاكس والواي والزد بحاجات. ده واضح جدا. ما انا هعوض بالايه؟ هو انا ينفع اقول مثلا 3 اكس ناقص 2 واي اقول لك 1 3 ناقص 2 1 ما ينفعش لان ده اكس وده واي ما ينفعش اجمعهم ولا اطرحهم. فانت هتعمل ايه؟ عشان كده قال لك احنا هنضيف هنا ثابت التناسب عشان اجيب قيمه اكس وقيمه واي وقيمه زد واشيلهم واحط مكانهم القيم بتاعتهم اجيب قيمه الكسر او النسبه اللي هو عايزها. تمام؟ فبالتالي يا عم يوسف احنا هنحط هنا بيساوي كي اللي هو ثابت التناسب
ويبقى الاكس بتساوي اللي تحتها الاثنين في ثابت الثلاثه، يبقى 2 كي والواي بتساوي 3 كي والزد بتساوي 4 كي. يبقى تعالى نكتبهم بقى، هنقول الاكس بتساوي 2 كي والواي بتساوي 3 كي والزد بتساوي 4 كي. 4 كي طبعا 6 كي ماشي. تعالى بقى نعوض عن كل اكس ونحط 2 كي وكل واي نحط 3 والزد 4. تمام؟ الاكس هيبقى 3 يبقى اذا 3 اكس هنعوض ناقص ال 2 واي زائد الزد على ال 2 اكس زائد ال 3 واي ناقص ال 2 زد. شيل الاكس وحط القيمه بتاعته، وخلي بالك هي الاكس بكام؟ ب 2 كي، بس خلي بالك انا مش كاتبها لك هنا اكس، كاتبها لك 3 ايه؟ اكس. يبقى انت هتضرب ال 3 في كام؟ 2 كي وال3 في 6 ايه؟ 6 كي بقى. الاكس تمام؟ يبقى بتساوي ال 6 كي ناقص 2 واي، الواي كام؟ 3 2 في 3 6 ايه برضه؟ 6 كي زائد الزد 4 كي. المقام ماشي. مش الزد بحط الكومنت تمام. 2 اكس تاني الاكس بكام؟ ب 2 مضرب ب 2 الاثنين في 4 كي. 4 كي 9 كي 9 كي 3 في 3 ب 9 كي زي الفل. زد هتبقى زائد الزد 4 6 كي 4 كي. زد 6 كي بيساوي 6 كي. فينا 2 2 في 4 8 كي. تمام. أي مشكلة؟ كويس. بعد كده في حاجة كان حد قالها لي قبل كده، طبعا الغلطة برضو عايزك تاخد بالك منها. إنه يقول لك إيه؟ أنا هشيل ال 4 كي مع ال 4 كي. طبعا ده غلط. ليه؟ هو أنا ينفع أختصره في جمع؟ لا، بختصره في ضرب. تجمع. تمام؟ لو في ضرب يعني لو فوق دول مضروبين في بعض دول مضروبين في بعض، شيل اللي أنت عايزه براحتك. إنما جمع وطرح مستحيل. تمام؟ طيب. يبقى أنت حالك هتجمع. هتبقى 4 6 ناقص 6 6 ناقص 6 يتشال مع بعض. ماشي. هيبقى لك فوق في البسطة ايه؟ 4 كي. يبقى بيساوي 4 كي على 4. طبعا دي زائد. ما عملناها ناقص. دي انا كنت مبدل بينهم يعني. ماشي مش مشكلة. 4 و9 كام؟ 13. 13 ناقص 8 يدينا 5. يبقى 5 كي. شيل الكي مع الكي هيبقى لك 4 على كام؟ 4 على الخمسة وبس كده انت جبت القيمة. بس او ينفع ابسطها؟ لا 5 تمام. صعبة؟ حد مش فاهم؟ بس لو في ارقام كبيره ينفع ابسطها صح؟ لو ينفع. ركز بقى معايا في السؤال ده مهم جدا. وقال لك ايه بقى؟ إذا هو كان طبعا العكس. وقال لك اذا كان A و B و C و D متناسبة اثبت ان النسبتين دول متساويتين. محدش يستعجل ويقول لي ده انا هعمل مقص عشان انا عندي نسبتين متساويتين. واخد بالك؟ انا لسه بقول اهو. ليه بقى؟ يا عم الحاج هو بقول لك اثبت ان ده انت ما ينفعش تشتغل على المطلوب. تمام؟ مش كل الاسئله هنشتغل فيها. تمام؟ فانت هتعمل ايه؟ والله ده النقطه اللي معايا وده اللي انا اعرفه. فانا هستخدمه وانا لسه واخد ايه؟ الحته بتاعت الكي دي يبقى اكيد هي اللي هتساعدك. فمش مديلك كده فراغ يعني. تمام؟ بدأ بص عشان تثبت ان اللي في اليمين بيساوي اللي في الشمال محتاج اعرف قيمه اللي في اليمين ومحتاج اعرف قيمه اللي في الشمال عشان اقول ان هم مالهم متساويين. تمام؟ وايه اللي هيجيب لك القيم لما تشيل قيمه الاي او السي او البي او الدي وتحط مكانهم ايه؟ اي القيمه بتاعتهم اعوض عنهم يعني. تمام؟ صلي على النبي. بص قال لك متناسبين. تمام؟ يبقى ايه على بي الاول على الثاني بيساوي الثالث على الرابع. ايه على بي بيساوي سي على دي. ممكن بيساوي ايه؟ كي. وبعد كده اجيب قيمه ايه نفس دي. اجيب قيمه الايه واجيب اللي هم اللي فوق بس المقدمه. يبقى دي هتساوي بي ايه؟ بي على كي والسي هتساوي بي على كي. كي ضرب مش اسم. بي كي مش بي على والسي هتبقى دي كي بتساوي الدي كي. طيب وبعد كده روح انت بقى الطرف اليمين لوحدها والطرف الشمال يعني بالنسبه اللي على اليمين لوحدها وبالنسبه اللي على الشمال لوحدها. طيب تعال نجيب اللي على الشمال الاول دي. لا احنا هنجيب اللي على اليمين الاول. 5 بي ناقص 8 دي على 5 ايه ناقص 8 سي. بص يا سيدي ركز بقى، هي فكره سهله جدا بس اللي بيلخبطك تعويض. تمام؟ 5 بي هي البي معاك. انت جبت قيمه مين ومين لسه الاول؟ الاي
والسي. يبقى البي مش معاك والدي مش معاك، ما تعملش فيهم اي حاجه زي ما هم كده. يبقى انا هكتب 5 بي زي ما هي ناقص 8 بي زي ما هي على 5 ايه. طب الايه بكام؟ كي بي كي. يبقى انا هقول 5 بي كي، 5 بي كي ناقص 8 سي، والسي بكام؟ دي كي. يبقى 8 دي كي. بعد كده تاخد بالك بقى تشوف هل في عامل مشترك في البسط ولا يعني لو في هناخد اتقل، ولو هشوف برضه لو عامل مشترك في المقام هنشوفه هناخده ولا لا. طيب لو جيت تبص فوق 5 بي و8 بي، بص على الارقام اللي هي الخمسه والثمانيه، في بينهم عامل مشترك؟ الخمسة والثمانية لا مفيش. طب اللي هنا بي وهنا دي في حاجه مشتركه؟ لا. يبقى اكتبها برضه زي ما هي. تمام؟ يبقى انا هكتب 5 بي ناقص 8 دي. طب والخمسة على بي كي والثمانية بي كي. ما احنا هنشوف اهو بقى في حاجه مشتركه ما بين الحد ده والحد الثاني، يعني الكي. ده الله ينور عليك الكي، يبقى ده اللي انا هاخده عامل مشترك. تمام؟ يبقى انا هكتب الكي وافتح قوس، وبعد معنى ان انت خدته عامل مشترك يعني شيله بقى، شيله من هنا وشيله من هنا. يبقى لك 5 بي و8 دي. 5 بي ناقص 8 دي. لاحظ بقى معايا كده، مش الحد ده مش المقدار ده هو ده، يبقى اختصرهم مع بعض 8 زي ما انت شفت هنا الكي مع الكي. تمام؟ يبقى لك فوق حاجه؟ لا. ولما كانش بيبقى لي حاجه، فاكر في بتاعت التوزيع لما كنا بناخد عامل مشترك ونشيل الكسر كله كنا بنحط مكانه ايه؟ واحد. تمام؟ يبقى انت هتحط فوق واحد، محدش يقول لي ده هيساوي كي، اقول لك فين الكي دي؟ هتقول لي ما هي موجوده ايه؟ بس هي موجوده في المقام، يبقى البسط لو مش موجود احط مكانه واحد. تمام؟ يبقى كده الطرف اليمين بيساوي 1 على كي. 1 على كي. 1 على كي. 1 على كي. كده انت خلصت من الطرف الايه؟ الايمن. تعالوا نجيب كده 4 بي زائد 7 دي 4 بي زائد 7 دي زائد 7 دي على 4 4 ايه؟ زائد 7 دي. صلى على النبي. عامل نفس الخطوات دي ما بالظبط. فرقناش ده ولا دي. البي والدي مالهاش علاقه بيه. ماشي. زي ما هم، يبقى 4 بي بي بقى زائد 7 دي. وايه هتبقى 4 بي كي. حلو. 4 ايه 4 ايه بي كي بقى. بي كي. فين البي؟ يا عم يوسف انت قلت الايه بتساوي بي كي؟ يبقى انت بتشيل الايه وتحط مكانها ماشي بي كي. ماشي. تمام؟ زائد 7 سي بي والسي كي. كام؟ دي كي. 7 دي كي. بي كي. بيقولها بشتيمة كده. دي ايه يا عم؟ تمام؟ يساوي 4 بي زائد 7 دي زي ما هي برضه، في عامل مشترك مفيش. يبقى 4 بي زائد السبعة دي. بي كي برضه ولا عارف عامل طبعا مشترك. برضه الكي هو المشترك. قلنا مشترك يعني نشيله من الحدين، فهنشيله من هنا ونشيله من هنا. هيبقى 4 بي زائد 7 7 دي 4 بي زائد 7 دي. مشبع أيوة. امسح ده بعدها بقى واحد على كي. اهم حاجه 1 على كي. كده مش موجوده مش عارف. اصبح ان الطرف اليمين قيمته زي الطرف الشمال ولا لا؟ ماشي. يبقى اذا الطرفين متساويين، او ممكن اذا ده كله عشان اثبت في البيوت من المسؤوليات. اذا الطرفين سهلين خلي بالك بس زي. سهل تعويض. هي محتاجه دماغ. انت بس ركز في التعويض. حد عنده مشكله؟ طيب يلا صل على النبي. بس. اكشن. يلا اول سؤال. الاول المتناسب للكميات جذر 8 و7 7 و14 جذر الاثنين. هنفرض ايه ماشي نفرض ايه؟ طبعا هنحط الرمز بتاعنا الاول عشان هو ده انا عايز الاول الايه؟ المتناسب. بعد كده الاول على الثاني هيبقى ايه على جذر 8 جذر 8 واليساوي 7 جذر 14 7 على جذر 2 14 14 جذر الاثنين. 2 بعدين نعمل مقص. نعمل مقص. يبقى اللي قصاد الايه هنكتبه تحت. هيبقى ايه بتساوي 14 جذر 2 هيبقى جذر 8 في جذر 7. لا في 7 ايوه في 7. بص بقى لو انت فاكر كنا بنفك الجذر ده ازاي؟ الثمانية دي هنفكها رقمين. ماشي. او 4 لا او 4 في كام؟ في 2 4 في 2. تمام؟ يبقى انا هقول الايه بتساوي السبعة دي زي ما هي. ماشي. خلي بالك انت قلت هتفكها ايه؟ 4 في 2. ركز انت قلت جذر 8 هفكها يبقى جذر الأربعة في جذر مين؟ الاثنين. جذر بيتوزع. جذر الأربعة كام؟ 2. يبقى 2 جذر 2. يبقى في ركز بقى 2 جذر الاثنين على طبعا ال 14 ما اقدرش اعمل فيها اي حاجه وجذر 2 برضه زي ما هي. ركز كده هو مش 7 في 2 بكام؟ تعرف تجيب 14 14 يبقى 14 جذر الاثنين
على برضو 14 جذر واي بيساوي 1. او اكتب اكس وقال لك ان الكميات دي متناسبه، يبقى انا اقول الاول على الثاني والثالث على الرابع. مين الاول؟ 3 على واكس سالب 1 بيساوي اكس زائد 1 على 5. وبعد كده هنعمل ناقص ناقص. يبقى ركز بقى، الثلاثه تنضرب في 5 يبقى 15. حتى بقى هنا لو واحد منكم مركز لو. يفتكر التحليل، لما اجي اضرب اكس ناقص اكس زائد هيبقى اكس هتبقى 2 اكس، تبقى 2 اكس سالب 1. ناقص 1 اكس اس 2 ناقص ناقص 1 يعني هو الفرق ما بين ايه؟ مربعين. انا قصدي كده بس. تمام ماشي. يبقى انت حل هتضرب اكس زائد 1 في اكس ناقص 1 بتساوي طبعا 3 في 5 قلنا 15. دي احنا قلنا طبعا تاني ده الفرق، تحليل الفرق ما بين مربعين. هيبقى اكس اس 2 ناقص 1 يبقى اكس اس 2 ناقص 1 بتساوي 15. انا دي معادله عاديه جدا، انا بالسالب 1 بعكس الاشاره هتبقى موجب. يبقى موجب. يبقى كده الاكس اس 2 بتساوي كام؟ لا 15 واحد كام؟ 16. دي برضه تاخد بالك موجب أو سالب. ايوه شاطر، موجب او سالب دي بقى اللي تفرق. تمام؟ يبقى الاكس موجب أو بتساوي سالب، موجب او سالب جذر 16 4 يبقى موجب او سالب 4 صعبه؟ قول يا عم اللي بعد او بالجبل او بالقيمه اكس نفس الفكره برضه. الإله هي العدد. ماشي. تمام؟ هنكتب تبقى بس الاول كده مظبوط الاول اكس 2 ناقص 8 على 2 اكس زائد 1 تربيع زائد 1 بتساوي 1 على كام؟ يبقى 1 على 3 3 واعمل اكس ناقص ايا يكن. اكس يبقى الثلاثه هتضربها في مين؟ في اكس اس 2 سالب 8. حلو. يبقى اكس اس 2 ناقص ال 8 بتساوي طبعا واحد في اي حاجه هي نفسها. تمام؟ تمام. يبقى 2 اكس تربيع زائد 1 يلا. هنضرب التلاته دي في دول. ايوه كده يبقى 3 في اكس اس 2 اكس هتبقى 3. بص ما تتلخبطش. ايوه هي اسمها 3 في اكس اس 2 مش 2 اكس. مش عارف انت بتضرب بينهم. يبقى 3 اكس اس 2 3 في 8 3 في 8 10 24 تساوي 2 اكس تربيع زائد 1. ركز بقى هنجيب الاكس تربيع جنب اختها هنا ال 24 هنلاقيها هناك عند الواحد. يعني هنودي دي بعكس الاشاره. بالظبط فهيبقى عندك 3 اكس اس 2 تساوي ناقص ايوه 2 اكس تربيع بتساوي ال 24 هتنقلها لك بالايه؟ بالموجب يبقى 1 و 24 يبقى كام؟ زائد 1. 3 ناقص 2 3 يبقى اكس تربيع بتساوي 1 و 24 25. نفس فكره السؤال ده اكس اس 2 بتساوي 25 ما تنساش الموجب أو سالب 5 يبقى موجب او سالب 5 يبقى الاكس بتساوي موجب او سالب 5. يلا يا يوسف اذا كان واي 4 اكس تربيع زائد 9 واي تربيع بتساوي 12 اكس واي. طبعا دي خد بالك برضه منها، دي برضه من جزئيه التحليل بس ده ايه؟ مربع يعني كام؟ ايوه يبقى انا هنقل الحد ده فين؟ هندخل 12 بس هو بالظبط كده يبقى 4 اكس تربيع طبعا هيبقى حد ابسط تمام؟ ناقص 12 اكس واي زائد 9 واي 9 واي تربيع طبعا بيساوي 0. كنت بحل ازاي المربع الكامل؟ نفتح ايه؟ كوساين لا قوس تربيع مربع كامل. اخد الجذر الاول اللي هو 2 2 ايه؟ 2 اكس واشاره سالب اللي في النص اللي هو السالب. اخد الجذر الثالث اللي هو يبقى 3 ايه؟ 3 واي طبعا ما ننساش التربيع طبعا بيساوي 0. بس كده هو بيساوي 0 فالتربيع ملوش تاثير لازم. تمام؟ فانت لو خدت جذر الطرفين جذر التربيع بيشيل الجذر تمام؟ وجذر الصفر ايه؟ 0 فمالهاش لازمه. هيبقى عندك ال 2 اكس ناقص 3 واي طبعا بتساوي 0. حلو هو انت عايز توصل ليه اصلا؟ انا عايز اوصل لاكس الى واي اللي هي اكس على واي. يبقى انت محتاج الاكس والواي كل واحده في ايه؟ في طرف. يبقى انا هنقل ال 3 واي دي الناحيه الثانيه بعكس الاشاره. فيبقى اصبح عندك ال 2 اكس بتساوي 0. يبقى الصفر بقى يبقى على طول 3 ايه؟ 3 واي. مش انت عايز اكس الى واي اللي هي اكس على واي؟ يبقى اكس على واي ما ترجعش ناخد 3 على 2 يبقى 3 على الاثنين بس كده. طيب يلا حسني يقول لك اول العدد الذي اذا طرح مربع. انت عارف العدد افرضه اكس ومربع ماشي ايه ويبقى مربع يبقى ايه اس كام؟ ايه اس 2 يبقى احنا قلنا هيبقى هو قال العدد ايه؟ يبقى مربع ايه اس 2. قال لك ان احنا هنطرحه من كل الاعداد دي عشان تصبح متناسبه.
ازاي بقى؟ بص يا سيدي هتطرحوا منها يبقى 10 ناقص A تربيع تمام على 13 ناقص A تربيع يساوي 22 ناقص A تربيع على 31 ناقص A تربيع. ما هو قال لي لما تطرح العدد تطرح مربع العدد ده هي هتصبح متناسبه، فبالتالي ان انا استنتجت ان الاول على الثاني بيساوي الثالث على الرابع. بعد كده هنعمل ايه؟ مقص. وركز بقى فيها كويس جدا. هي نفس فكره السؤال اللي كان مكتوب هنا، معرفش اللي كان بيحله لما طلعنا حدود كتير كده يعني. المهم يا بس تركز في جزئيه التوزيع مش اكتر. سواء هيبقى عندك 10 ناقص A تربيع مضروبه في مين؟ 31 ناقص A أس 2 بيساوي 22 ناقص A أس 2 مضروبه في مين؟ 13 13 ناقص A أس. اعمل التوزيع بقى. اول حاجه ال 10 في كام؟ 1 بيساوي 300 110. بعد كده ال 10 سالب A أس 2 بيبقى سالب 10 A أس 2. يا جماعه مش المفروض السبعة اساسا؟ لا مش انا بقول 10. انت استعجلت ازاي؟ انت فهمت ان انا بضرب A أس 2 في A أس 2. لا انا لسه مش انا قلت بعمل توزيع مرتين. انا عندي مره بتضرب 10 في و10 في 31 ومره في كام؟ A أس هو 2. بيحسبك انت بتضرب بعد كده اروح للسالب A أس 2. سالب A أس 2 في 31 بسالب 31 A أس 2. طب وايه 60 وايه 60 هتبقى كده. بايه اس 4 المشكله مش انت في الضرب بتجمع نفسك. بس ايه طبعا السالب في سالب موجب يبقى موجب A أس 4 بتساوي نفس الفكره هنا 22 في 13 286. بعد كده 22 في سالب A تربيع بسالب 22 A تربيع. ترجع تاني عشان تبقى فاهم برضه كل واحد مضروب مرتين. سالب A أس 2 في 13 بسالب 13 A أس 2 وسالب A أس 2 في سالب A أس 2 سالب في سالب موجب A أس 2 في A أس 2 ب A أس كام؟ 4 يبقى موجب A أس 4. هتشيل نفس شبه بعض. اللي شبه بعضه تشيلهم مع بعض. لو لاحظت عندك هيبقى مين؟ ايه موجب ايه اس 4 وموجب ايه اس لا 4 لا دي 13 ماشي يبقى وايه اس 4 وايه اس 4 A أس 4 طبعا مفيش حاجه تاني. تمام؟ فاصبح عندك كده 310 دي زي ما هي. سالب ركز بقى هنجمع الحدود المتشابهه اللي هم مين؟ عندك هنا سالب 10 A تربيع وسالب 31 A تربيع ليهم نفس الاشارات او نفس الاشاره وايه؟ وجه تمام؟ اللي هي السالبه يعني طبعا 10 زائد 31 اللي هو 41 يساوي من الناحيه الثانيه ال 286 زي ما هي. برضه هتجمع الحدود المتشابهه اللي هم 22 سالب 22 وسالب 13 اللي هم نفس الاشاره. حط نفس الاشاره و22 زائد 13 35 كام؟ 35 35 هي بعد كده ارقام الامور واضحه يعني هنجيب الايه في طرف اللي هي 60 يعني والارقام في الطرف الثاني فيبقى عندك انا هادي في الناحيه الثانيه بعكس الاشاره موجب بعكس الاشاره موجب 35 ايه اس 2 بص انت عايز 35 يعني هو دي عايز ماشي مش مشكله هو عايز يدخل 35 اي حاجه وديك عادي هيجيبها يعني وعايز ده هناك فيبقى عندك خلي بالك ده زي ما هو اللي هو سالب 41 ايه اس 2 يعني واحد تمام هيبقى سالب 41 ايه اس 2 زي ما هي هيجي لها السالب 35 بس يبقى موجب 35 ايه ايه اس 2 بيساوي 286 زي ما هي وهيجي لها 310 بالايه بالسالب. اصبح عندك الاثنين مختلفين في الاشاره سالب 41 وموجب 35 هنا كام؟ سالب 6 يبقى سالب 6 ايه اس 2 يساوي 286 ناقص 310 سالب 24 سالب 24. طبعا السالب مع السالب تمام هنقسم على كام؟ على 6 وهنا على 6 طبعا دي طالت مع بعض يبقى لك ايه 24 على 6 فيها الاربعه طبعا ما تنساش الموجب او السالب على
موجب او سالب 2 يبقى جذر 2 يعني ايه بقى تساوي موجب او سالب عايزين كده. جذر الأربعة بتساوي موجب أو سالب 2. حد مش فاهم؟ لا طيب